الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض النهارده العيش البطبوط المغربي بكل سهوله. هقول على طول بسم الله في الوصفه. عندي هنا كوبايه ميه دافيه، كوبايه لبن دافيه. طبعا المعيارات كلها واحده، عليهم كوبايه ميه دافيه، يعني كوبايه لبن وكوبايه ميه. هنحط معلقه اكل سكر وكمان معلقه اكل خميره فوريه، وكوبايه دقيق السميد اللي هو دقيق الفينو، وكمان زيها كوبايه دقيق متعدد الاستخدامات. انا هقلب كل المكونات دي مع بعض. انا قلبت المواد السائله عندي كويس جدا لحد ما كل حاجه عندي امتزجت. هغطيها واسيبها في مكان دافي لمده 10 دقايق او ربع ساعه. كده نرجع لكم نقول لكم نعمل ايه. ده شكل الماده السائله بعد ما سبتها 10 دقايق. بسم الله ما شاء الله خمرت. مجهزه هنا 3 كوبايات دقيق، طبعا كوبايه معياريه واحده وعليها ذره ملح. هم قابلين للزياده او قابلين للنقصان، انا هقول لكم حسب ما الماده السائله تاخد عندي. هعجنها وهقول لكم خدت قد ايه بالظبط وشكل قوام العجينه. ده قوام وملمس العجينه. انا لميتها. لو عندك مضرب عجان تقدري تضربيها لمده 10 دقايق، لو بايدك هتخليها حوالي 15 دقيقه. انا ما خدتش الدقيق كله، حوالي 3 كوبايات الا ربع دول حبه الدقيق اللي فضلوا معايا. انا هغطيه واسيبه كمان اريحه لمده 10 دقايق. وكده نرجع نقول لكم نعمل ايه. شكل العجينه بعد ما خمرت تاني ال10 دقايق اللي سبتهم، هطلع منها الهواء واعملها كور متساويه حسب عدد الكور اللي انت عايزاها كوره صغيره ولا كوره كبيره. انا عملت 13 كوره، تقدروا زي ما قلت لكم تصغروها او تكبروها حسب احتياجكم. انا هبتدي بقى افرد العجينه دلوقتي. هحط بس كده شويه سميد في القاع اللي هشتغل عليه. ما تفردوهاش قوي، ما ترققوهاش قوي، يعني لا سميكه قوي ولا رفيعه قوي، بالشكل دوت والسمك ده انا عايزاها كده. هريحها تاني برضو، هرجعها على نفس الصينية عشان اغطيها. هعمل كل الكمية بنفس الطريقة وهريحها لمدة 10 دقايق قبل ما نسويها. شكله بعد ما سيبته 10 دقايق بعد ما فردت العجين، وده شكل النار على نار متوسطة. هبتدي بأول واحدة فردتها بسم الله. هحطها كده على كل دقيقة، على كل جنب هخليه دقيقة، وبعد كده افضل اقلب فيه لحد ما ينتفخ معايا. هوريكم على الطريقة دلوقتي. مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، هو ابتدى يرتفع معايا. انا هقلبه كده زي ما قلت لكم، كل جنب هخليه دقيقه وافضل اقلب فيه كده دقيقه 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 على كل جنب لحد ما يستوي وياخد لون وينتفخ معايا. بصوا انتفخ معايا ازاي، بجد تحفه. انا هخلص بقى كل الكميه واوريهولكم بقى بشكله نهائي. لو بعد ما استوى لسه الباقي على النار، انا قلت اطلع لكم اللي استوى الاول. بصوا بسم الله ما شاء الله بجد تحفه. لو جربتوها هيعجبكم جدا. اتمنى ان انتوا تسيبوا لي كومنت تقولوا لكم فيها ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هوصلكم باستفادة تانية جديده.